السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم حبيباتي؟ إن شاء الله بخير. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم يا رب بالصحة والعافية ونكون أقرب إلى الله. نحن اليوم عنا الطبخة. نحن يعني كتراث إنه متعارف عليه إنه طبخة بيضة فيها لبن. أول يوم العيد وأول يوم رمضان. اليوم عنا بدنا نعمل شاكرية. طبعا في ناس تعمل شيخ المحشي يعني كوسة بلبن، في ناس تعمل شيش برك، في ناس كل واحد على حسب هو شو بيحب، وفي ناس ما بتطبخ يعني أبيض بأول يوم العيد، بتطبخ غير طبخات. بس يعني نحنا بنستبشر إنه بنحب نرحب برمضان بطبخة تكون بيضة. إن شاء الله الله يجعل أيامنا وأيامكم كلها بيضة. نحنا اليوم عنا أكلة اسمها شاكرية. الشاكرية هي عبارة عن لبن ولحمة وبصل، والمكونات هلأ بنشوفها مع بعض. الأكلة كتير لذيذة وطيبة وخفيفة ورطبة خاصة بالصيف. طبعا نحن عنا هون تقريبا شي 1.5 كيلو لحمة. أنا عملتها لحمة هون بعظمة مثل ما شايفين، لحمة بعظمة، لحم ضاني طبعا ومدهنة. طبعا هي أطيب إنه تكون مدهنة. في ناس بحبوها هبرة موزات مثلا بيجيبوها، على حسب كل واحد شو بيرغب. انا بحبها فيها شوية دهنة بتعطي نكهة كتير طيبة. عندي انا بدي ساوي 3 كيلو لبن. طبعا هذا هو هلا كيلو لبن، بس انا عندي جايبة 3 كيلو لبن. عندي هون بصلتين كبار بدي اقطعهم شرايح، وعندي نشا وفلفل ورشة هيل ناعم، وطبعا ملح اساسي. نحن هلا عنا اول خطوة بدنا نعملها، لازم نسلق اللحمة ونحط لها مكونات اللي هو البصل. بصلتين الكبار لازم نقطعهم جوانح تكون، معلش اذا كانت سميكة شوي ما بيأثر، لانه انا بحب ضيفها لللبن. البصلة بتعطي نكهة كتير كتير لذيذة وطيبة. فبنشوف هلا خطوة بخطوة وان شاء الله بنظبط مع بعض. فخليكن معنا لاخر الحلقة وشوفوا شو رح نعمل للنهاية. ورجعت لكم من جديد. نحن هون هلا حطينا اللحمة للسلق. حبيت ارجيكم اياها خطوة بخطوة. طبعا نحن اللحمة اذا ما عنا طنجرة ضغط، اذا بدك تسلقوها بطنجرة عادية، بتحبي تحطي معاها حبة تمر، مو حبة بذرة التمر، بذرتين تمر بتستوي بسرعة اسرع. او اذا حبيتي تحطي معاها تقريبا براس المعلقة ملح الليمون كمان بتستوي بسرعة، ما بتأثر على الطعمة ابدا. فاذا حبيتي، اذا عندك طنجرة ضغط طبعا ما في داعي لكل هالقصص هي. انا هون عندي اللحمة. طبعا نحن بدنا نستناها لتغلي مشان نقش الزفرة تبعها، بعدين بدنا ننزل البصل القروش والبهارات. بس احنا هلا بنستناها لحتى تغلي وناخذ الزفرة، كل شي زفر اللي على وشها. ورجعت لكم هلا عندي مية اللحمة غلت. بدي اقيم الزفرة تبع اللحمة. شايفين هاي الزفرة، هاي ضرورية تنقام، لانه انا عندي هون اللحم هون بعظمه وبدهنه، فاجباري بدي اطلع منه الزفرة. بفضل انه اللحم يتعقم اول، افضل بكتير. شايفين انا هون الزفرة كل ما بتطلع عندي بشيلها. طبعا سبحان الله اللحم الضاني بيختلف عن لحم العجل بريحته
حتى بالاستواء تبعه، حتى بالطعم بتختلف. في ناس بتحب لحم العجل وفي ناس بتحب انه اللحم الضاني، والاثنين طبعا نفس الفائدة، ما في فرق بيناتهم. بس لحم الضاني يختلف عن لحم العجل، انه لحم الضاني الدهن تبعه اطيب من دهن العجل. هلا هون نطفت عنا المي من الزفرة، انتم شايفين الابيض اللي طالع. هلا بقى بدي اضيف البصلتين يلي قطعتهم جوانح. بدي اضيف الهيل، طبعا شوي مو كتير، لانه الهيل انا ما بدي اياه يعطي طعمه قويه بالطبخ. عندي الفلفل والملح طبعا، ومثل ما قلت لكم بدنا نحط براس المعلقه ملح الليمون مشان اللحمه تستوي معي بسرعه وما تطول على النار. يعني هالقد قدر هالقد بس، هي بتكفي انه تستوي اللحمه فيها وما بتعطيني طعمه حموضه او اي طعمه، ما بتاثر على طعمه المرقه نهائيا. هلا هيك احنا اللحمه بدنا نستناها تقريبا 3/4 ساعه للساعه، وبعد منا ان شاء الله برجع لكم وبرجيكم شلون طلعت صارت لحمتنا وبننتقل لمرحله اللبن. فخليكم معنا وتابعوني للاخير. ورجعت لكم من جديد. هلا صارت مرحله اللبن بدنا نعملها. نحن هلا بدنا نصفي اللبن عنا. في ناس بتحب تخلطه بالخلاط، اذا ما يعني ما بدها بالمصفاية بيمشي الحال، بدون تصفاية يعني فورا تضربيه بالخلاط بيمشي الحال. نحن مشان الشوائب ما يصير معنا حبيبات بقلب اللبن وقت الطبخ. ورجعت لكم من جديد. انا هون خلصت اللبن. شايفين الترسبات اللي طلعت بالمصفاية؟ هي يلي بتضر اللبن عنا. احنا عنا هون عاملة انا تقريبا بدنا نحط قدر نص كاسة نشا مدوب، يعني بمعنى لكل كيلو لبن معلقة نشا، لكل كيلو لبن معلقة نشا بس. هلا بدي احط البيضة. هلا البيضة عنا هون بتعطيني تجانس للبن كتير ظريف، مثل الكريمة بتعطيني اياه بالطبخ. بيضة واحدة بتكفيني، ما في داعي اكتر. هلا نحن هون اللبن عنا جاهز صار ينحط على النار. طبعا انا كله حطيته على البارد لاجل انه ما بدي اي تكتلات او اي شيء يصير معي، فانا حطيتهم النشا والبيضة وكله لازم ضروري ينحط على البارد. وهلا بدي اقوم لمرحلة الطبخ، بدي احط اللبن على الطبخ وخليكم معنا لتشوفوا الخطوة الثانية. هلا نحن رجعنا لكم بالخطوه اللي بعدها. نحن هون عندي هون اللحمه خلصت مثل ما شايفين، استوت استواء 100%.
اورجيكم بس. شايفين دابت اللحمة عندي كلها دايبة. هلا عندي انا بدي احط اللبن على النار. هلا عندي اللبن حطيته على النار، بدي تضل ايدي فيه انا عم حرك مشان ما يلزق سفله، او لان اللبن كتير حساس، يعني اي نار قوية عليه بتلاقي بيلزق دغري السفل. انا هلا هون بدي استناها لحتى تغلي. مجرد ما غلت بحط لها البهار تبعها وبنزل عليها اللحمة. بدي احط رشة صغيرة يعني براس المعلقة هيل مطحون. شايفين انا مجرد ما المعلقة لبست باللبن هيك بهالطريقة، عندي اللبن معناتها 100%. معناتها عندي اللبن قوامه ظابط. انا عندي هون بدي انزل هلا اللحمة طبعا والبصلة، يعني الاثنين مع بعض. ضروري جدا البصل مع اللبن. نحن هيك حطينا البصل كله. طبعا ما في ندوق لانه نحن صايمين، فنحن بدنا نكون نظبط المقادير مثل ما متعودين عليها بالعاده. هلا انا البصل اللي عم زيده اذا ملاحظين عم زيد معاه شويه مرقه لحمه لحتى اللبن عندي ياخذ نكهه مرقه اللحمه، يعطيني كمان كتير نكهة طيبة. هيك كفاية. طبعا انا هلا بدي اتركها لمدة تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة لحتى تغلي. طبعا نلوث تحتها، ما بعلي تحتها ابدا لحتى تتعقد مع بعضها، وبس تخلص وتكون هيك طبختنا خلصت. وان شاء الله بس حتى تخلص بشوفكم وقت السكب. خليكم معنا.